شيكابالا وتصريحات شيكابالا اللي قلبت الدنيا امبارح اللي كانت مع الاستاذ ابراهيم فايق. شيكابالا امبارح كان مع الاستاذ ابراهيم فايق وكان ليه بعض التصريحات كده الغير موفقه، ولكن ده طبيعي، كلنا عارفين ان شيكابالا ما بيعرفش يتكلم في البرامج عشان كده ظهوره قليل. ولكن بقى اللي مش طبيعي ان المواضيع قلبت الدنيا من امبارح على لجان جيم جيم وعلى صفحات بعض الاهلاويه. وانا ما عنديش مشكله في الجزئيه دي خالص، لان حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. لكن اللي مش طبيعي ان نلاقي بعض الزملكاويه متجاوبين مع الموضوع ده وبيحاولوا يهاجموا شيكابالا كمان. وشويه العيال اللي بيقعدوا يشحتوا على التيك توك ليل ونهار دول سنين سكاكينهم على الراجل. مش عيب انك تكون راجل مثالي وانك تقول على الغلط غلط، بس مش الاول تتعرف على الناس اللي انت بتتعامل معاهم واللي انت بتحاول تشوه صوره اسطورتك قدامهم. يعني مثلا يعني في يوم من الايام اسطوره وشخصيه عظيمه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي اسمها الكابتن محمود الخطيب. قول لي مين كده في الاهلاويه قبل الزملكاويه ما يعرفش ان التعاقد مع امام عاشور ده سقطه في تاريخ النادي الاهلي بالنسبه للمبادئ اللي ارساها صالح سليم. ولو هتيجي تبرر لي دلوقتي فهفكرك بنفسك زمان. يعني مثلا اول ما انتشرت اخبار ان النادي الاهلي هيتعاقد مع امام عاشور، جمهور النادي الاهلي قال رايه من المدرجات وهتف وقال لك صالح سليم مش ناسينه، امام عاشور مش عايزينه. ومع ذلك الاسطوره فعص راي الجمهور ورماه في اقرب باسكت وتعاقد مع امام عاشور. وعشان جمهور النادي الاهلي ما يهزش صوره الاسطوره بتاعته رجع في كلامه وهتف في المدرج يا امام كل الدعم واللي اتكسر خلاص يتلم، وتخلى عن رأيه وتخلى عن مبادئه في مقابل انه ما يهزش صورة الأسطورة بتاعته. نفس الكلام اتكرر لما الرئيس الشرفي للنادي الاهلي اللي الكابتن محمود الخطيب هو اللي كان معينه، والراجل اللي دخل الكرة المصرية دمرها وبوظ سوق اللاعبين. وقتها لما الراجل ده طلع قال على إدارة النادي الاهلي انهم عصابة وان الكابتن محمود الخطيب رئيس عصابة وموضوع الساعات اللي كلنا عارفينه. وبالرغم ان الراجل ممكن يكون عنده حق لان الطرف الثاني ما ردش تماما، الا ان جمهور النادي الاهلي برافو عليه رفض الاهانة لرموزه، بل بالعكس عرض نفسه للخطر بانه يشتم المستشار تركي آل شيخ من المدرجات. وليه بقول لك عرض نفسه للخطر؟ لان بعد الشتيمة دي على طول في كتير قوي من جمهور النادي الاهلي اللي كانوا موجودين في المدرج وقتها تم القبض عليهم. ووقتها الكابتن بيبو ما كلفش خاطره وجاب عيش وحلاوه وراح يزورهم، بل بالعكس ده الجمهور اتفاجئ بعد كده ان الكابتن بيبو اتصالح على الرئيس الشرفي وبقت الدنيا سمنه على العسل. وكل المواقف اللي انا حكيتها لك دي رغم تناقضها الا ان جمهور النادي الاهلي كان في ظهر رموزه وكان رافض ان اي حد يشوه اساطيره. وبرافو عليكم على فكره، انا بحترم فيكم الحته دي، بس ما تزعلش برضو دلوقتي لما انا كمان اعمل زيك. اما بقى عن حته اللعيبه اللي كانت بتشيش، لو انت مستغرب الموضوع ده قوي وحاسس ان هو ما بيحصلش في اي حته في العالم فعايزك تسلك لي ودانك وتسمع الفيديو ده. أوضة إسلام المقر. اوكي، مقر ايه؟ مقر الضرب السجاير يعني. ماشي. فإسلام وعماد لا مش عماد، لا عشان حرام. إسلام وبركات وشادي. ماشي. الساعة كام؟ الساعة 12. وضرب بقى ايه؟ لا والله. يا علبة. نهار اسود. باراكوتا واسلام اشطر الشطار والكابتن شادي محمد فين يا سيدي؟ في قلب معسكر النادي الاهلي. وقتها الحوار اتعرف والكابتن بركات نفسه ما نفهوش، بل بالعكس طلع خده بهزار وجمهور النادي الاهلي كله خده بهزار. وساعتها الجمهور قال لك يا بركات ده دمه خفيف قوي، عسل يخرب بيته شربات. وكله عشان يداري على موضوع السجاير اللي كانت بتتشرب في قلب المعسكر. ليه يا سيدي عمل كده؟ عشان زي ما قلت لك ما يهزش صوره اساطيره او رموز النادي. وزي ما بقول لك برافو عليهم، انا بحترم الحته دي قوي. فباختصار يا صديقي، انا بيني وبين نفسي شيكابالا غلطان، شيكابالا غلطان. طب هيجي لي واحد زملكاوي يقول لي شيكابالا غلطان، هقول له طبعا شيكابالا غلطان. انما لو هيجي لي اي مشجع تاني لاي نادي تاني يقول لي شيكابالا غلطان، هقول له ما يخصكش. لو كنت اعترفت بالغلط عندك ساعتها انا هعترف بالغلط عندي. يعني من الاخر كده لو جيت قلت لي شيكابالا غلطان هرد عليك واقول لك صح، بس حنكر.